ازيكم حبايب قلبي، رمضان على الابواب. انا هعمل وصفه بس ايه عجبني الحاجات ديت، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. ان انا شفت حاجات كده على جروب وجبتها. انا مش بعمل دعايه ولا اي حاجه ولا هقول اسم جروب ولا اي حاجه، فعجبتني الحاجات دي وقلت ايه اجيبها تبقى حاجه مبهجه كده. فجبت الصينيه ديت حلوه قوي، بس هي كان مقاسها صغير اللي هي 40 سم او 30 سم. وجبت الطبق دوت البايركس دوت حلو قوي قوي وكبير ومقاسه كبير جدا. وطبعا قلايه اللي هي بالفراوله دي حلوه قوي، والاطباق اللي هي عليها الاشكال الاندلسي دي جميله جدا جدا. تنفع في التقديم وتنفع ان انت تحطيها على النار وتعملي فيها اكل. جبت بقى اللون الازرق ده بحبه قوي قوي، وجبت اللون اللي هو الاندلسي. وجبت كمان الصينيه الخشب ديت حلوه قوي عشان انا عندي زياته وعندي بتاعه الخل وحاجات كده بتبقى مترصصه، فانا عايزه احطها فيها وتدي كمان شكل حلو قوي، وده كان هديه. والكوستر اللي هو الخشب دوت بتحطي فيه مجات الشاي، وبتقدمي فيها بقى لو انت لوحدك او كده. جبت البولات ديت، بولات كبيره قوي تنفع للاندومي طبعا اللي انا ما بحبوش، بس ولادي بيحبوه، او للشرب او للاكلات اللي هي بتبقى في بولات غويطه. نبتدي بقى على في الوصفه نخش فيها. انا هنا هنعمل فطار حلو قوي كده ونلم عيالنا بقى. طب بما اننا اجازه وكده، فجبت الجرجير كان حلو قوي ونضفته وغسلته كويس جدا. وهنا ده المش اللي انا بعمله في البيت، ما بجيبهوش من بره، ده بعمله. ولو عايزين وصفتها بقول لكم عليها يعني. وهحط بقى الطحينة وهقلب. أنا بعمل أكلة بسيطة جدا، فطار شعبي يعني بحت يعني، حلو قوي وبيفتح النفس. ولما كلنا بنبقى ملمومين بنحب ناكل كل حاجة معمولة بقى الجبنة القديمة أو المش. وهقطع عليه بعد ما حطيت الطحينة، هقطع عليه طماطم كده عشان يبقى حلو كده وطعمه حلو وحرش كمان، ويخفف من الحدوقية والحرقان بتاع المش لو هو حراق أو حادق. بعد كده هو بقى هبتدي بعد ما أخلص الطبق الرئيسي الجبنة القديمة ديت هركنه. هبتدي بقى أجيب طبق كده وأجيب خيار ونقطع خيار عشان يبقى حاجة كده لذيذة وتطر على قلبنا كده لما بنبقى بناكل بقى حاجة حادقة. هنا كنت حطيت بيضة على النار يتسلق، وهنا الطاسة وهحمر بطاطس بقى عشان تبقى حلوة كده جنب الأكل. طبعا كل ولادنا وعيالنا واحنا وكبار وكلنا بنحب ناكل البطاطس قوي قوي. هنا بخلي البطاطس حلوة قوي في السوق وتحمير الحمد لله. يعني كانت في الأول مش تحمير، بس دلوقتي بقت تحمير وحلوة وجميلة. فيا دوبك ايه، انا ما بحطها في الطاسة ما بقلبهاش كتير، بسيبها لحد لما الاقيها شقرت كده من تحت، ابتدي ان انا اقلبها عشان ما تتكسرش لان هي لسه طريه معانا. وبعدين عشان تبقى مقرمشه معانا كده وما تبقاش شاربه زيت كتير، هصفيها كده بالمصفى واحطها في طبق فيه مناديل. وبعد كده جبت بقى الطعميه بتاعتي ديت، جبتها عجينه لاني انا زوجي وولادي ما بيحبوهاش قوي نجيبها من مطعم، تبقى الزيت مش مضمون جدا. فببتدي اجيب بقى الطعميه واحط عليها سمسم كده، والزيت سخن كده وجميل، واروح بقى ايه مقرصه الطعميه وحاطه فوقيها ومن تحتيها كده بالسمسم. وبتبقى حلوة أوي، أوي. الحاجة اللي معمولة في البيت مضمونة ومعروف الزيت اللي أنتِ قالية بيه وكدهوّة، لإن الزيت اللي في المطاعم بيبقى اتقلى 20 مرّة وبيبقى مش حلو خالص. تمام، هاقلّب بقى إيه الطعمية أسيبها كده لمّا تشد كده وأروح مقلّباها. هنا هاعمل الفول بتاعي شوية من الزيت وهابتدي، لإن هو أصلًا جبنا الفول اللي هو يعني إيه، محوِّج، فهو فيه كل حاجة، يعني حاطط فيها طحينة وحاطط فيها دقة وكده. فأنا يا دوبك حطيت شوية ملح وكمون وشوية الزيت، وهاعصر عصرة ليمون والشطة طبعًا، لازم الفول يبقى مشطشط كده وحلو. شايفين الطعمية محرمشة وحلوة جميلة إزاي، وما فكِّتش ولا أي حاجة، بس حلوة يعني. أنا باجيب العجينة أوفر إن أنا أجيبها من برّه شارع العبد ولا تربيته يعني، وما باحبش إن أنا أحط إيه الطعمية في الفريزر والكلام ده. أنا باجيبها صابح بصابح كده الكمية اللي إحنا هناكلها، إحنا مش أكّيلين أوي طعمية. وهابتدي إن أنا أخلّص بقى الفول بتاعي أقلّبه، عصرت عليه الليمون وأقلّبه، وابتدي أقدّم بقى الحاجة بتاعتي. هافضّي بقى في الأطباق الجديدة اللي أنا جبتها ديّة حاجة كده تفتح النِفس كده وتبقى شكلها حلو. حطيت الجبنة القديمة وهاحط الفول بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده، وهارُص الحاجة بتاعتي عشان تدّي منظر حلو كده وإحنا بناكل. العين بتاكل قبل البُق، والخضرة حلوة أوي بتفتح النِفس كده وبتعمل بهجة. وهاعمل بقى الشاي، تلقيمة الشاي بقى أنا والحاج. فأنا هاعمل شاي بلبن ليّا وهو هيشرب شاي عادي جدًا. في الكوبايات اللي جبتها دي وفي الكوستر الحلو دوّة إيه خشب حلو أوي وبيستحمل على قد كده مقطقط وجميل كده عجبني. فأنا باحب أعمل الشاي البربري دوّة
وأحط نُص كوباية شاي ونُص كوباية لبن، يعني دي أنا باحب كده، يعني ممكن 3/4 كوباية شاي، أنا مزاجنجية يعني. ونحط بقى حتة جبنة بيضا كده للناس اللي ما بتحبش الجبنة القديمة، وأحلى فطار كدهوّة تلمّي عيالِك وتلمّي جوزِك وتاكلوا أحلى فطار بألف هنا وشفا كده، وبالذات يوم الجمعة دوّة يبقوا راجعين من الصلاة، فمحتاجين أول ما يرجعوا من الصلاة إن هم يفطروا، فحاجة حلوة أوي مع قطعة جبنة رومي، فحاجة حلوة أوي. بنتي هي اللي كانت بتعدّل بقى الشكل، فحلو ويفتح النِفس. يالّا بقى جهّزي الفطار كده، أو أنتم بتعملوا الفطار بتاعكم زينا كده والّا إيه؟ وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات، وأتمنى منكم تعملوا لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، وكمان متابعة على صفحتي مطبخ، وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد.